خلينا نشوف أول مرة التقرير وبعدين نكمل. ساعة الحقيقة دقت لتعلن عن بدء الموسم الخامس من برنامج تحت خطين. الهدف وضع النقاط على الحروف وتوضيح ما بين السطور للمشاهدين في مشهد ليس الأخير ولكنه كلاكيت لقطة الحقيقة التي يبوح بها الضيف للجمهور. تحت خطين برنامج بكامل العدة والعتاد، قائده حاضر بقوة يطلق رصاصة المعلومة على الإشاعة. عراب البرنامج كادر فني متميز بالصورة والصوت والإعداد. أربعة مواسم مرت والبرنامج واصل تأهله إلى قلب المشاهدين. إنها ساعة السيادة بتوقيت حمادي ودقيقة اعتماد الثقة بتوقيت الجمهور. فالبرنامج ناقش قضايا الناس وهمومهم بشكل موضوعي وسلط الضوء على مناح مختلفة وخاض في المجالات السياسية والاجتماعية والأمنية والاقتصادية ليكون شاهداً على لعبة الصراع والتوازن في البلاد. سياسة البرنامج الفصل بين إعلام الدولة وفرض دولة الإعلام. هذا يرسل لنا السيارات اللي تكشف من كذا كيلومتر وتكشف كل انواع المتفجرات وبحساسات عاليه. هذا في اي سيطره توقفها؟ انا بالنقابه عندي 48 كاميرا، حتى السياره اللي توقف بعد عن النقابه كيلومتر اشوف رقمها. فاللي تقوله جنابك عن الحملات الإيجابية، أهمية الحملات الإيجابية. المجموعة اللي كانت في كربلاء إذا أشوف صورهم مجموعة كلش صغيرة، حتى يثبت لك أنه المجموعة مهما كانت صغيرة ممكن تؤدي إلى نتيجة إذا كانت المطالب عادلة وقانونية. يعني أنت ما جاي تطلب شيء، حصتي من الكهرباء انطيني اياها منتظمة. رقم كبير آخر في معادلة نجاح البرنامج هو الضيوف الذين تفاعلوا مع مضيفهم بشكل رائع وخلقوا محتوى راق ساهم بخلق نسب مشاهدة عالية من خلال تنوع اختصاصاتهم لتبرز قيمة طاقات وأفكار الرجال. فكثيرا ما طغت جرأة المبدأ على بريق المنصب في لحظة أكون فيها أو لا أكون، يرددون بداخلهم للعراق يا من هواه أعزه وأعزني، ثم يطلقون سراح الحقيقة على الهواء مباشرة في برنامج تحت خطين بالقراءات والرؤى والتحليل والحوار للسجال السياسي والتصعيد والتهدئة والأزمة، ليبقى تحت خطين عناوين الجدل السياسي والشعبي طوال الشهر الكريم. راح ناخذكم وين؟ المحطات سفر بعيدة حتى نقدر نفتح كل الملفات ونسبر أغوارها. لبرنامج تحت خطين، مناف الموسوي. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى، يعني نبدأ البرنامج ونكمل الحوار حول الدراما. كمل وجهة نظرك حتى نسلسة ميسون باعتبارها ممكن يعني معركة. أنت تقول معركة. نعم، هي معركة. نعم، معركة فنية، لأنه تعرف أنت الآن المتلقي المواطن العربي المواطن المسلم من يخلص الإفطار يستريح بعض الشيء، فيريد شيء يريحه، يعني شيء فني خصوصا يعني